السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي وأحبائي، يا مساء الهنا، مساء الونس، مساء أول ليالي رمضان بجد، مساء 9، الميعاد الجديد علشان نسمع بعض واحنا رايقين. احنا خلاص دخلنا رمضان رسميا، مش تجهيزات بقى ومش فوانيس بتتعلق، لا، ده أول يوم عدى، أول عطش، وأول هي الساعة بقت كام، أول أذان مغرب حسيناه في قلبنا قبل ودنا. حلقة النهاردة مش وعظ ولا مثالية زيادة عن اللزوم. حلقة النهاردة تفاصيل صغيرة بتحصل في كل بيت، بس محدش بياخد باله ان هي اللي عاملة طعم رمضان. تعال نرجع لأول يوم، اليوم اللي بيبقى أطول من السنة، بس أول ما بيخلص بتحس انك عايز تعيده من تاني. يلا بينا راديو عالم تفرج، الساعة 9 وطول رمضان على مزاجك. خلينا نطلع بالفاصل ونرجع لكم من تاني، محدش يروح في حتة. جيت نورت ليالينا يا شهر الرحمة والغفران، جيت جمعت أهالينا بخير موجود في كل مكان، جبت الخير وياك رمضان، فرحة قلوبنا معاك رمضان، جبت الخير وياك رمضان، فرحة قلوبنا معاك رمضان، جيت ومليت الدنيا سعادة، يا أجمل شهر كله إيمان، وسط اللمة وناس حوالينا وموائد رحمة والزينة في كل مكان موجودة، وصوت القرآن وصلاة تراويح تسمعها في كل مكان، اتمني أنا كل سنيني وأيامي الجاية كلها رمضان. ورجعنا لكم تاني من جديد، بنجدد ترحيب بأحلى ناس ونبدأ حلقتنا. أول يوم رمضان ده مش يوم، دي حالة كده بين حماس طفل لسه جايب فانوس وبين واحد الساعة 2 الظهر بيقول هو المغرب اتلغى السنة دي ولا ايه. لكن أول يوم شغل بقى وانت صايم، أول يوم شغل وانت صايم في رمضان بيبقى تجربة نفسية مش طبيعية. تلاقي الناس كلها داخلة على بعض مبتسمة ابتسامة صناعية، كل سنة وانت طيب يا باشمهندس، وانت طيب يا كبير، بس محدش فيهم طايق التاني. بس الساعة 12 الظهر نبرة الصوت بتبدأ تتغير. هو الاجتماع ده مهم يعني، نأجله لبعد العيد. التركيز بيبقى صفر، الكمبيوتر بيفتح بعد ما تبصوله 10 دقايق وانت حاسس ان الكيبورد ناشف زي حلقك بالظبط. المطبخ قبل المغرب بساعة، دي اخطر ساعة بقى في اليوم، ساعة قبل الاذان. المطبخ بيتحول لساحة معركة، ريحة المحشي عاملة انقلاب، الصوابع بتدوق حاجة بسيطة بس والضمير بيقولك لا يا حبيبي استنى كده. لكن بقى الام بتبقى واقفة قدام البوتاجاز زي قائد اوركسترا والكل ماشي على ايقاعها. حط الشوربة، اقلي السمبوسة، فين العصير. رمضان هنا مش عبادة وبس، ده مسرح يومي، كل بيت في قصة. انتوا دلوقتي بتسمعوا راديو على ما تفرج مع محمد سعد، راديو على كيفك. الله أكبر الله أكبر. أجمل لحظة في اليوم مش علشان الأكل بس، لأ، علشان الإحساس. لحظة الأذان، أول رشفة مية تحسها بتعدي في روحك مش في زورك.
والدعوة اللي بتتقال في ثانية صمت بينك وبين ربنا، من غير ضجيج بقى ولا دوشة، من غير كلام كتير. بعد الفطار بقى حياة تانية. الشارع بعد الفطار حاجة تانية خالص. الناس طالعة كأنها كانت مستخبية طول اليوم. الولاد ماسكين فوانيس، الضحك مال الشوارع، ريحة القهوة طالعة من كل حتة، والصواريخ اللي مطلعة عينينا. رمضان بالليل هو اللي بيفك عقدة النهار. النهار صبر والليل روح. لكن في قرارات خفيفة كده بتتاخد أول يوم رمضان دايما بيبقى فيه قرارات عظيمة. هختم القرآن، هبطل سجاير، هقوم الفجر كل يوم، هخس 5 كيلو. وتيجي الساعة 11 بالليل تلاقي نفسك فاتح علبة كنافة وبتقول بكرة بقى نبقى نبدأ من تاني بجد. أول يوم رمضان بيفكرك إن مهما كبرنا لسه جوانا طفل بيستنى مدفع الإفطار ويفرح بأول فانوس. انتوا دلوقتي بتسمعوا راديو على ما تفرج مع محمد سعد. راديو على كيفك. رمضان مش شهر بيعدي، رمضان علامة بتتحط في روحك، يا تخرج منه وانت اقرب لربنا، يا تفضل زي ما انت. والاختيار كل ليلة بايدك. مش بطول النهار بيتقاس رمضان، ولا بعدد الاطباق على السفرة. رمضان بيتقاس بحاجة واحدة بس: هل انت اتغيرت ولا لا؟ يا شهر عظيم وكريم، صيام وسجود وصلاة، بتيجي تملى قلوب الناس مودة ورحمة وحياة. بتروح وتيجي أيام وتحن قلوبنا لغدوم، نسهر يوم الرؤيا الكل سعيد فرحان، وسط اللمة وناس حوالينا وموائد رحمة، والزينة في كل مكان موجودة، وصوت القرآن وصلاة تراويح تسمعها في كل مكان. اتمني انا كل سنيني وايامي الجايه كلها رمضان. الليلة هتخلص، والحلقة كمان هتخلص، والشهر كمان هيخلص. بس السؤال الحقيقي مش امتى رمضان يخلص، السؤال ايه اللي هيفضل فيك بعد ما يمشي. رمضان بيعدي بس الأثر هو اللي بيفضل. خلوا الونس يعيش، وخليكم دايما على مزاج راديو على ما تفرج. استنونا في حلقة جديدة إن شاء الله، وكل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم، ونقول لكم باي. يلا نبدأ كلامنا خفيف على الراديو، نغني ونضيف ضحك قصة ومشوار.